يا مساء اللذاذة، ايه الجمال والعظمة دي؟ النهاردة اللهم بارك هنعمل مع بعض عظمة، حاجة كده جوسي وخطيرة جدا. يعني بجد هتعشقيها. ومن ربع كيلو بانيه بس. لو عندك ربع كيلو في الفريزر كده مش عارفة تعملي بيه ايه، هاتيه واحنا هنوظفه كده ونطلع منه عظمات. غسلته ونقعته، طبعا بتغسليه بملح وسنة من الجنزبيل وعصرة ليمونة وبتصفيه. تمام، وهاتيه بقى كده، حط البانيه كده، شرايح البانيه على بعضها وقطعيها بالشكل ده. تمام. وكمان قرنين فلفل وفلفل رومي قطعيهم بالشكل ده. قرنين 2 اهو او 3 بقى حسب ما انت حابه. سمي الله كده وصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، صدقيني الحاجة هتزيد وهتفيض وهتبقى كلها بركة. وقرنين فلفل سبايسي لو حابة، تقدري تخليهم قرن فلفل سبايسي، وتقدري تستبعديه. وكمان واحدة كده من الفلفل الأصفر والأحمر اللي هو الألوان، بيدي قيمة غذائية عالية جدا، ولو مش موجود مفيش مشكلة خالص، تقدري تستغني عنهم. هنقطعهم بالشكل ده. عايزة كل الكومنتات تكتب تسلم ايدك يا دودو، والشير الحلو بتاعك، وكمان لايك. ويلا تعالوا بقى هنا على البوتاجاز بعد ما قطعنا الخضار والبانيه بتاعنا. مية بتغلي، نزلت بمعلقتين من الملح الصغيرين، وكمان نزلت ب500 جرام من المكرونة القلم. وتقدري تستخدمي اي نوع مكرونة انت حباها. اديلهم تقليبة ونقلتهم على العين التانية، وجبت الطاسة ونزلت كده بمعلقتين 3 من الزيت. حبة زيت وسمنة مفيش مشكلة، حبة سمنة برضو مفيش مشكلة، بس انا استخدمت زيت. عندي بقى هنا كده بصلاية كبيرة حلوة قطعتها جوانح، وطبعا دي كنت مفرزاها. تبتدي تدبليها كده، وبعد كده تنزلي بالقطع البانيه اللي احنا قطعناها مع بعض. طريقة سهلة وبسيطة، وفي أقل من 10 دقايق كده هتدخلي تك تك هتعملي الصينية الخطيرة المتينة دي على طول. في الأول بتحطي كده الفراخ وتسيبيها شوية لما تشدي معاكي، وتبتدي تقلبي فيها. طبعا هنا أنا مسرعة الفيديو، مش بقلب على طول ولا حاجة، يعني كل دقيقتين 3 كده ببتدي أقلب أهو. هتبك ميتها وبعد كده هتشربها. هنا بتبل عندي بملح وفلفل اسود وكمون، سنة من الكزبرة، كاري بيدي طعم حلو جدا للوصفة بتاعتنا النهاردة وللفراخ. نقلب بقى كده من بره لجوه عشان الفراخ بتاعتنا ما تتهريش. استوت بعد ما بكت ميتها، بعد ما بكت ميتها شربتها، وكمان خدت لون وخلاص استوت. ابتديت ان انا انزل بكل الفلفل اللي معايا. تقلبتين حلوين وشوية، يعني قولي دقيقتين كده ولا حاجة، وبعد كده بنشيلها. خلاص هي استوت وبقت زي الفل معايا بألف هنا. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. حلة بقى، نفس الحلة بتاعة المكرونة. هنا كانت المكرونة اتسلقت وصفيتها في مصفى. ابتديت اجيب معلقة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين من الزبدة او السمنة، وتنزلي قدهم دقيق. السمنة قد الدقيق، وتبتدي تشوحيهم تشويحة حلوة، مش لازم تبقبق معاكي كده الدقيق، يعني تتحمص معاكي كده. وبعد كده تسمي الله وتنزلي بلتر من الحليب اهو، وتقلبي على طول. وبعد كده كنت خدت مية من سلق المكرونة زودت بيها. تمام. وبعد كده بضيف مثلثين جبنة، مثلثات اهو، لسه برضو بظبط كده عندي بالمية بتاعت سلق المكرونة. وضفت كمان ميكس من الجبن، ودي اختياري جدا. يلا بهاري لي بقى كل الكلام ده. مرقة ماجي، ملح، سنة من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض، وكمان سنة صغيرة من الكزبرة المطحونة. ما شاء الله على القوام، خطير جدا، كريمي وزي الفل. هات الصينية بتاعتك بقى على طول. بندهنها كده، بنحط فيها كوبشتين، مش هندهنها حاجة، هنضيف فيها كوبشتين كده او 3 من البشاميل الخطير اللي احنا عملناه، كريمي جدا غني جدا. عايزة اقولك تحفة. مثلثات الجبنة بتغنيكي عن الكريمة، تحفة، يعني حاجة كده مش قادرة أقولك. مع ميكس الجبن بيوديها في حتة تانية خالص. والحاجة اللي مش موجودة عندك تقدري تستبعديها وتستغني عنها وكملي الوصفة عادي خالص خالص. تمام. ابتديت هنا بقى حطيت كمان الفراخ بتاعتي
في النص كده، وبرضو حط لها كده كوبشتين 3 كده من البشاميل بتاعنا، عظمة بجد عظمة. كملي بقى، ابتدي كده وتضغطي. كملت هنا كده المكرونة، وهابتدي أغطّيها كده بالبشاميل. عندي البشاميل ما شاء الله مش تقيل، عايزاه كده يبقى شوية خفيف عشان تبقى juicy زي ما باقول لكم. ما باحبش الحاجة تبقى، يعني عايزاها تبقى ملظلظة كده، فاهمين أقصد إيه؟ غطيتها بقى بالبشاميل، وبعد كده جبنة موتزاريلا، وتقدري يعني ما تضيفيلهاش جبنة موتزاريلا لو مش موجودة عندِك. الحاجة زي ما باقول اللي مش موجودة بلاش منها. ودول كام شريحة كده من الفلفل الألوان، كنت مبقياهم من القرنين والله. تمام، هادخّلها بقى الفرن بعد ما بُص تشهي. وكمان عملت الطاجن الخطير ده، طبعًا الطاجن ده ليّا في قلبِك، بجد في قلبِك. بُصّوا بقى الجمال، عظمة بجد. الطعم والله نسيت الكلام. الطعم بجد عظمة. اعملي الحاجة كده بحُب وأنتِ بتذكري الله، صدقيني بتطلع منِّك زي العسل، ونَفَسها بيبقى حلو جدًا، وكانت طعمها خرافة. والله أجمل وأطعم بكتير من اللي بتشتريها من المطاعم. سلام عليكم.